السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتنا ساينس ببساطة مع ميس سارة. النهاردة هنتكلم عن موضوع لطيف جدا، الدودة. ايه رأيكم في الدودة دي؟ مش كلكم بتحبوا الدودة صح؟ وفي ناس لما بتشوفها بتخاف منها، مش كده؟ عايزة اقول لكم ان الدودة دي بتقعد من 10 ل 14 يوم على الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بتبقى صغيرة شوية، وبعد كده مع الوقت بتاكل ورق كتير، ورق نباتات كتير علشان تكبر وعشان تخزن طاقة. طب يا ترى هي محتاجة الطاقة دي في ايه؟ هي محتاجة الطاقة دي عشان يحصل لها تحول غريب جدا. دايما لما بنشوفه بنقول سبحان الله. بتدخل جوه حاجة اسمها الشرنقة السحرية، وبتقعد جوه الشرنقة دي برضو حوالي من 10 ل 15 يوم، وبيبدأ يطلع لها أجنحة، والأجنحة دي بتبقى طرية شوية. بتاخد وقت كده على ما تطلع من الشرنقة دي وتبقى فراشة جميلة. تستنى شوية لحد لما الأجنحة بتاعتها تنشف شوية عشان تعرف تطير. وعايزة اقول لكم معلومة مهمة جدا عن الفراشة. الفراشة يا حبايبي بتعيش حوالي من اسبوعين لشهر بالكتير، دي الفراشة العجوزة يعني. بتعيش شهر وبعد كده بتموت وتبدأ دورة جديدة لفراشات جديدة. سبحان الله. وده يخلينا دايما نقول سبحان الله على الحاجات اللي احنا بنشوفها دي، انه ممكن حاجة صغننة انت ما كنتش بتحبها قد ايه اتحولت لحاجة لطيفة جدا وكيوت جدا وجميلة جدا. سبحان الله، ربنا بيورينا الحاجة دي عشان نشوف عظمة خلقه، ونشوف هو سبحانه قادر على خلق اي شيء. سبحان الله طبعا. تعالوا بقى نشوف السؤال بتاع النهاردة. يا ترى هل اي دودة بتتحول لفراشة؟ يعني اي دودة مهما كانت تتحول لفراشة؟ ايه رأيكم؟ اكتبولي في الكومنتس، بفرح جدا بالكومنتس بتاعتكم وبرد عليها بحب واهتمام. اول حد هيقول الاجابة الصحيحة في الكومنتس هقول اسمه الفيديو اللي جاي. واللي قال في الفيديو اللي فات تاليا وجنى، برافو عليكم يا حبايبي. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لو بتعجبكم الفيديوهات دي. مع السلامة.